السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله بكل الأساطير. جولات اليوم مش مجرد رومات عادية، سلاح النهاردة هو السنايبر، والخصم هم وحوش المحاكي. طبعا هل الأصابع تقدر تقف قدام الماوس في سرعة القنص؟ الجيم الثالث والرابع فيهم كل حاجة، وفي النهاية مفاجأة ما كانش حد يتوقعها. اربطوا الأحزمة وشوفوا اللي حصل. بدأنا الجيم بتشكيلة قوية، ومع حضراتكم فريق الموبايل باللون الأزرق سوكارلو ومستر أوركا وجلاتش، ضد فريق المحاكي باللون الأحمر سايلنت هيل وسوبر والزيات وعلي. وطبعا يا جماعة قوة المخلب هتورينا النهاردة هيعملوا ايه مع أساطير المحاكي. وجلاتش هو صاحب الضربة الأولى في المباراة، والبداية قوية من سوكارلو إنه سوكارلو، لكن سوبر يعدها في نص راسه. جلاتش والله جلاتش، يا الله إنها مباراة قوية. هل سيفعلوا لها؟ إنهم وحوش الموبايل، وحوش قوة المقلب. يا الله يا الله، عايز يكلمه اداله. مفيش هزار يا جماعة، مفيش هزار، سوكارلو ما بيهزرش. الراجل جاي يكلمه، مفيش روح رياضية خالص. مين اللي بيتزحلق؟ اوعى مستر اوركا بيغطي عليه ويعمل لقطة قوية يفنش بيها علي. عاش يا رجالة، مفيش هزار مفيش كلام. هذا قوة السنايبر. قدام حضراتكم تنافس شديد بين الفريقين، واضح جدا في نتيجة المباراة، وأسيب حضراتكم للاستمتاع بهذه المنافسة الشرسة والملحمة القوية. والله يا جماعة المباراة قوية، وسوكارلو 4 كيل ومستر أوركا 2، وهوبا سوبر كان أسطوري. والله عاش الزيات وسوبر عاملين شغل عالي. بالنتيجة 12-10. المباراة قوية ومنافسة جديدة يا شباب، وسوكارلو ماسك الطاسة عايز يجيب مين؟ هوبا، ومستر أوركا 4 كيل. لا عاش والله. الله، ومين اللي واقف يرقص ده؟ يلا سايلنت هيل يا جماعة انسحب من المباراة علشان يوازن الفريقين. فالراجل بصراحة يعني يشكر، وتحية كبيرة لسايلنت هيل الجحيم الصامت. والتنسيق واضح بين الفريقين يا جماعة، والله مباراة قوية ومنافسة جديدة. اديله ولا النتيجة 16-15 لفريق المحاكي، والآن التعادل. والله مباراة قوية 17-16. عاش يا كتيبة، عاش يا قوة المخلب، عاش يا شباب المحاكي، والله عاش يا أساطير. وطبعا احلى تحية للجحيم الصامت سايلنت هيل معانا يا شباب، اللي وقف الحرب علشان يوازن الفريقين. كل الشكر وكل التحية والاحترام والتقدير لروح المنافسة القوية من فريق المحاكي وقائدهم الجحيم الصامت، لك مني كل الشكر. وما زال سوبر هو المسيطر على ساحة الميدان، لكن جلاتش يقول له ارقد يا سوبر. لا ده الموضوع اتطور، وسوكارلو يرد رد قوي، وشكلهم كده بيقولوا كفايه سيطرة لحد كده يا سوبر. والزيات عايز يشق جلاتش مع خروج مستر أوركا من المباراة، وكده بيكمل معانا جلاتش وسوكارلو امام الزيات وسوبر وعلي. وبالفعل الزيات يشق جلاتش. عاش يا زيات، لعيبة يا رجالة والله. بوم، عاش يا زيات، لعيب. مباراة قوية يا جماعة،
يا سوكارلو، عاش يا رجالة، ايه المطحنة دي؟ طبعا بعد خروج مستر اوركا بقينا في موقف لا نحسد عليه. جلاتشو وسوكارلو ضد 3 من اشرس واقوى لاعبي المحاكي. وهنا ارفع القبعة لسايلنت هيل اللي وقف يرقص ومرضيش يضرب عشان يوازن الكفتين. دي اخلاق الكبار. لكن ما زالت المنافسة بين 2 موبايل ضد 3 محاكي. وانتهاء الجولة الثالثة بفوز فريق المحاكي بنتيجة 40-31. وبالرغم من أداء جلاتشو وسوكارلو العالمي، لكن النقص العددي حسمها للمحاكي. خسارة لكن بشرف. والآن النتيجة 2-1 لفريق المحاكي. ونبدأ بالجولة الرابعة بتشكيلة قوية جدا. فريق الموبايل باللون الأزرق أحمد، والقبطان سالم وعلي وجلاتش. وفريق المحاكي سوبر وسايلنت هيل والزيات، ومعانا كينج. وشكلها هتبقى مباراة احنا يا جماعة. يلا بينا نبدأ المباراة القوية، ويلا بينا نبدأ بسم الله. وبداية قوية من الزيات، لكن علي يرد معاه في نفس اللحظة. والله بداية قوية. وجلاتش قعد الزيات، لكن سوبر يقول له اقعد يا جلاتش. والله المباراة شكلها ماشية كده نقطة ونقطة. فريق الموبايل مركز، داخلين ناويين على الثأر يا جماعة. والتحدي زاد اكتر لان المحاكي دخل بتشكيلة قوية جدا، المنافسة قوية وشرسة، ماشيين مع بعض يا جماعة مكفرين بعض. شوفوا اللعب، اتفرجوا 7-5 لفريق المحاكي، شوفوا ماشيين ازاي، اتفرجوا يا سلام. متفرقين فريق الموبايل، لكن في يا الله يا الله 9-8 10-9. ده الموضوع كبير. متماسك فريق الموبايل رغم انه محاصر من فريق المحاكي. وفريق المحاكي باللون الاحمر واللون الازرق هم فريق الموبايل. والتعادل الان والتقدم لفريق الموبايل. انا اتحمست يا جماعه. وعلي بقى المسيطر، علي المسيطر يا جماعه. اي معلش يا علي، كمل المسيره يا ابو حميد. معلش يا ابو حميد. ومعانا جلاتش الاسطوري. ويا سلام علينا بقى يا جماعة بمنظور الشخص الأول، ونرجع للعبة القديمة واللعبة الأم ميدل أوف أونر على قديمه يا ناس. لك عاش يا سايلنت هيل، عاش يا علي. المباراة ماشية على وتيرة، فرق نقطة نقطتين يا جماعة. مباراة قوية ومنافسة شرسة، والله منافسة شرسة قوية وتعادل، لكن تقدم لفريق المحاكي. والله خطيرة خطيرة المباراة. وتعادل الآن. يا الله يا الله على المردغانة مدعكة، يا سلام. واللقطات يا جماعة زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم،
تقدم فريق المحاكي. يا سلام على التعادل ويفعلها علي. يعني انا كل ما اتفرج على حد يموت وبعدين بقى معاكوا يعني اثبتوا بقى. بادي عاش ابو حميد يا اسطوري، اديله بادي، روح وراه، هاته اوه لك عاش، لعيب يا كينج والله. والله التركيز عالي يا شباب ومفيش مجال للغلط، واحنا في نهاية المباراة وخلاص يعني على وشك 37-36. ويا ترى مين هيكسب معانا؟ والله يا ترى مين هيكسب معانا؟ فريق الموبايل ولا فريق المحاكي؟ تعادل، تقدم لفريق المحاكي، تعادل، تقدم وفوز لفريق الموبايل. يا الله يا رباه، عملناها بفرق نقطتين يا جماعة. بس الموبايل بيطحن المحاكي 40-38. الأصابع تحكم بأحكامها. انتظرونا في الجولة الخامسة ومفاجآت جديدة مع الكتيبة.